طب ما ربنا بيديهم ما بيديناش ليه؟ بطل غباء يا ولدي، هو أنا فعلا غبي عشان فضلت ماسك في شوية مبادئ وأخلاق مبيجيش من وراها غير الفقر والذل. صباح الفل يا ولدي، هو أنت ربيتنا ليه يابا؟ ده سؤال ولا شكر؟ ده عتاب. واه، بتعاتبني عشان ربيتكم؟ تربيتك لينا أذتنا أكتر ما فادتنا. كيف بقى؟ عارف يابا مشكلتك إنك لسه عايش في زمان. ربيتنا في زمن غير الزمن، الناس اتغيرت، حتى الظروف اتغيرت، الدنيا ما بقتش زي الأول يابا، بس المبادئ ثابتة. المبدأ ده أكتر حاجة أذتني. تخيل يابا عشان المبدأ لحد النهاردة مش عارف أثبت في شغلانة، سواء بقى من مدير فاسد ولا من قرش ما أناش عارف مصدره إيه، عشان حتة مبدأ لسه بتشعلق في المواصلات زي القرود، وأصغر مني راكبين أفخم عربيات. المبدأ خلاني داخل على ال30 ولسه ما اتجوزتش ومش عارف أتجوز إمتى، وأصغر مني شايلين عيال. ارضى يا ولدي واحمد ربنا. هدي تاني أكتر حاجة أذتني، الرضا. طفل زي أي طفل مستني هدوم العيد، يصحى يلاقيها جنبه. معلش هنشحت لك هدوم ابن عمك ونغسلها ونكويها، وارضى. رضيت. حتى الدروس، المدرسين ما كانش بيرضى ياخدوا منا فلوس، بس قصاد ده كانوا بيكسروني، بيعايروني قدام زمايلي، بيعايروني بالثواب اللي بيعملوا معانا عشان بس مش قادر ادفع زيهم. انا من وانا صغير راضي، حد اصلا ما بقتش مستنى الفرحة، ما بقتش مقتنع ان ربنا ممكن يغير حالنا. استغفر ربنا يا ولدي، ليه بتقولك ده؟ استغفرت كتير يابا، بس اجي ابص بره الاقي الناس بتلعب بالفلوس لعب، رزقهم. طب واحنا رزقنا فين؟ مش كل الرزق حلال يا ولدي؟ طب وانا قصرت في ايه؟ شهادة وخد سعي وسعيد لحد ما تهدي حيلي، حكمته في عطائه. طب ما ربنا بيديهم ما بيديناش ليه؟ بطل غباء يا ولدي، هو انا فعلا غبي عشان فضلت ماسك في شوية مبادئ واخلاق مبيجيش من وراها غير الفقر والذل. تعرف يا ولدي ليه ربيتكم كده؟ عشان مش شايل هم رزقكم، كنت خايف عليكم من نفسكم لما تكبروا. وتخاف علينا من نفسنا ليه؟ لأن كده وكده رزقك هيجيلك حتى لو تحت الأرض، إنما نفسك قادرة تهدك لو طوعتها في وقت ضعفك. بص على غيرك هتلاقي نفسك عايش في نعمة. لحد امتى أفضل أبص لغيري؟ لحد ما ترضى وتعرف إنك في نعمة وتبطل جحود. أنا عارف يا ولد إنك زهقت، بس القرش الحرام عمره ما بيدوم ولا بيكون فيه بركة. البركة اللي هتخليك أسعد خلق الله حتى لو نايم على الحصير. طب وليه ما نبقاش زيهم يابا؟ في ناس عاشت وماتت أغنية، مش فارقة.